أبطالي الحلوين وحشتوني، معاكم تيتشر فاطمة سليمان. وحشتوني يا سنة رابعة، بس أنا جاية النهاردة وجايبة لكم معايا كتاب المعاصر النسخة الجديدة 2027 علشان أوريكم إيه المختلف السنة دي في المعاصر عن السنين اللي فاتت، وإيه المفاجآت والهدايا اللي المعاصر مديها لنا. تعالوا نعرفها مع بعض. أول ما هتروح المكتبة عشان تشتري كتاب المعاصر هتلاقي الكتاب طبعا بيكون متغلف، وأول هدية من المعاصر مديلك عينة من كتاب الامتحان اللي هو كتاب المعاصر. المعاصر دلوقتي بقى موجود في الدراسات وفي اللغة العربية كمان. تعالى كده نشوف الملحق ده. نصه للدراسات، شايفين تنظيم الأسئلة والشرح عامل ازاي. ده كده جزء من الكتاب. في النص التاني من الملحق هنشوف مع بعض اهو مدينا اللغة العربية برضو الامتحان هو كتاب المعاصر برضو. تعالوا كده نشوف الدروس عاملة ازاي وتقسيمة الشرح. بصوا الجمال، بصوا مقسم هنا المعاني والكلمات ازاي. طبعا مدرسين اللغة العربية هيفيدوكوا اكتر مني في الريفيو للكتاب، بس هو الحاجة واضحة جدا. بص هنا أسئلة على النص، محلل لك النص. بصوا الجمال ده. طبعا قواعد النحو كمان هنا ازاي يعملها، شايفين. ده كده أول هدية ليكوا يا سنة رابعة. بعد كده طبعا الكتاب الأساسي معايا وكراسة الانتراكتيف نوت بوك اللي هي جميلة جدا وفيها كمية أسئلة وتدريبات حلوة قوي. تعالوا نبدأ بالكتاب. زي ما انتم شايفين الطباعة والألوان أنا مش هتكلم عنها لأن مشهور بيها كتاب المعاصر طبعا. كلنا عارفين جودة الطباعة والألوان بتاعته وتقسيمة الكتاب من جوه بتبقى عاملة ازاي. تعالوا كده نبدأ ونشوف مع بعض. أول حاجة بادئ فيها المعاصر راوند 1. هنا بيقول لك قيم نفسك، مديلك أسئلة من السنين اللي فاتت يشوفك كده أنت فاكر ولا إيه ويفكرك برضه. راوند 2 معايا هنا مديلك كلمات علشان يخليك كده تفتكر كلمات المناهج بتاعت أولى وتانية وتالتة وتبقى مستعد يا بطل لسنة رابعة. بعد كده معايا هنا جزء جرامر بيحاول برضه يفكرك بأساسيات الجرامر ويراجعها معاك. بعد كده بيقول لك ابدأ بقى يا بطل رحلتك لسنة رابعة. هنعمل ايه؟ بادئ بمواصفات الورقة بتاعة الامتحان بتاعة طبعا 2027، المواصفات اللي هي بتاعة السنة دي. جايب لك بقى ايه الجديد هنا، ايه جايب لك المواصفات سؤال سؤال، وعليه كمان نصايح انك ازاي تحل السؤال ده من غير ولا غلطة ان شاء الله. نفس الكلام هنا ده بس كده. ده السؤال الأولاني بتاع الليسن والنصايح عليه، وهكذا في ورقة الامتحان لغاية ما نخلص لنا كل الأسئلة زي ما انتوا شايفين. تعالى بقى طبعا مش هيسيب طلاب الأزهر، برضو عامل مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الأزهر. عارفين إن بيكون فيها اختلاف شوية، برضو مديهم نصايح ازاي يحلوا السؤال من غير أي أخطاء. بعد كده يا بطل بدأنا يلا بقى في يونت 1 معايا. شايفين عرض الكلمات زي ما احنا متعودين، عرض الكلمات وحجم الخط جميل جدا ومريح للعين. تعالى كده نشوف طبعا كمية الكلمات اللي هي الزيادة قلت جدا، بقت الكلمات الإضافية هي اللي احنا محتاجينها فعلا. هنا برضو الأفعال والاكسبريشن. وعندي هنا بقى تلخيص للتوبيك معايا الأساسي اللي موجود في الدرس اللي هو our amazing senses. جايب لك جمل كده تساعدك وانت بتكتب باراجراف. تدريبات طبعا من المعاصر اهي على الدرس. بعد كده جاب لك الريدنج. بعد كده جايب لك بقى تدريبات المعاصر، تدريبات تانية على الدرس. وخد بالك معايا كده، شايف الأسئلة مش متكررة خالص، هو هنا مديلك 3 أسئلة. وبعد كده جايب لك الورقة اللي بعد كده على كل درس جايب لك تدريبات من كتاب الطالب والتقييمات والامتحانات السابقة بتاعت السنين اللي فاتت اللي هي بتاعت السنة اللي فاتت. فشايف كده منوع لك الأسئلة وجايب لك أهم الأسئلة الخاصة بكل درس، يعني مش هتدور كتير. lesson 2 نفس الكلام اهو. شايفين عرض الكتاب عامل ازاي، تدريبات المعاصر reading. بعد كده بيشرح الجرامر بطريقة جميلة جدا، مش محتاج أي حاجة بعدها. أنا دايما بيبهرني المعاصر في شرح الجرامر. شايفين هنا بقى كمية التدريبات على الجرامر بتاع الدرس بس، وكمان جايب لنا تدريبات المعاصر، تدريبات كمان إضافية. وطبعا زي ما احنا شفنا في الدرس الأول
عامل لنا تدريبات من كتاب الطالب والتقييمات والاختبارات السابقة، الكلام ده هتلاقيه في كل درس على فكرة. تعالى بقى كده نشوف، جايب لك جزء الديكتيشن. يلا يا بطل كده وريني انت رجعت على lesson 1 والليسون 2. يلا كده وريني بقى الكلمات اللي انت حفظتها، بيفكرك بيها بعد اول درسين، بيعمل لك ريفيجن علشان ما تنساش. lesson 3 نفس العرض ونفس الطريقة زي ما انا قلت لكم. شايفين الجمال؟ التدريبات زي الدرس الأول والتاني، وهكذا في كل الكتاب. يعني جميل جدا. مش هقعد بقى أدور ايه النقط المهمة في كتاب التقييمات والطالب والكلام ده كله، هي جاهزة قدامي بعد كل درس. تعالوا بقى نشوف الجمال اللي عامله كتاب المعاصر في نهاية الكتاب. زي ما انتوا عارفين خلاص كده الكتاب خلص. هنبدأ بقى الجزء بتاع المعاصر، هوم ورك، كراسة المعاصر بتاعة التقييمات والواجب المنزلي. تعالى نشوف متقسمة لإيه. تقييمات يومية، كل يوم عامل لك تقييمات يومية وتقييمات أسبوعية وتقييمات شهرية، وكمان بيدربنا على السكيلز بتاعة القراءة والكتابة. يلا كده نشوف مع بعض. ادي التقييمات اليومية على يونت 1، يونت 2، يونت 3، وهكذا زي ما انت شايف. بعد كده الجزء الثاني التقييمات الأسبوعية زي ما انتوا شايفين، مسهل عليا ومش هحتاج ان انا اقعد ادور في كذا مصدر، لا الحاجة قدامي. التقييمات الشهرية ومراجع لي كمان على الكلمات والجرامر زي ما انتوا شايفين. عامل لي نموذج 4 نماذج، حلو قوي. لا ده مش 4 نماذج بس، تعالوا كده نشوف مع بعض ايه ده. التقييمات الشهرية هنا بصوا ايه ده، بتاعت شهر اكتوبر. جايب لي كام نموذج؟ جايب لي 7 نماذج، والثامن خاص بطلاب الازهر. ايه الجمال ده. تعالوا بعد كده بقى نشوف هنا كمان مراجعة برضو بس على التقييمات الشهرية بتاعت نوفمبر، نفس الكلام. تعالوا نشوف جايب لي كام نموذج برضو تدريبات زي ما عمل في اختبار اكتوبر. 7 نماذج والثامن بتاع طلاب الازهر، حلو قوي. تعالى بقى اختبر مهاراتك في القراءة والكتابة، بيديلك نصايح وان انت ازاي تتدرب وتبقى بالنسبة لك قطعة الريدنج حلها سهل جدا. ادي الاساسيات اهي مديها لنا. وبعدين مهارات الكتابة برضو مساعدك ان انت تكتب الكلمات، فبالتالي هنكتب الجملة وهنرتبها. بعد كده نقدر نكتب باراجراف، تدرج محسوب ومدروس طبعا. الكلمة الاول بعد كده اقدر احطها في جملة وارتبها صح، بالتالي هقدر اكتب باراجراف بمنتهى السهولة. هنا اعمل لك ريفيجن على كل اليونتات. تعالى بقى نشوف هنا الليسننج ده اخر حاجة في الكتاب. التوبكس بس اللي هي الباراجرافات، علشان دي اكتر حاجة ممكن الطلاب يكونوا يعني ما بيبقوش لسه متمكنين منها قوي، فهنا ده هتساعدهم بالنسبة لكتابة الباراجرافات بتاعت كل يوم زي ما احنا شايفين. يلا بقى نشوف الكراسة القمر دي، كراسة الانتراكتيف نوت بوك، طبعا مفيدة جدا. يلا نشوف الجمال. أول جزء معايا هنا بيعمل لك ريفيجن على يونت 1 زي ما انتم شايفين، كلمات وأسئلة وأفعال وجرامر كمان، وعامل لي أسئلة برضو. وبعدين عامل لي اختبار عام كده على اليونت، ويونت 2 نفس الكلام زي ما انتم شايفين، وهكذا في كل اليونتس واخد الكلام بنفس الطريقة الجميلة. تعالى بقى نشوف بعد كده. هنا عندي الجزء ده بيبقى فيه كام اختبار، جايب لك اختبارات مجمعة من كتاب التقييمات، مجمع لك أهم أسئلة التقييمات. تعالى كده نشوف زي ما احنا شايفين، دي ريفيجن 1 ودي ريفيجن 2 ريفيجن 3، كل ده خاص طبعا بأسئلة الطالب من كتاب التقييمات. 3 نماذج حلوين قوي. بعد كده يا بطل بدأنا ب 19 نموذج امتحان كامل من مختلف المحافظات بتاعت السنة اللي فاتت. فانت كده عندك 19 امتحان كامل تقدر تتدرب فيهم قبل ما تدخل امتحانك. وطبعا ما بينساش طلاب الازهر كمان معانا، عندنا اختبارات لطلاب الازهر برضو من السنين اللي فاتت زي ما انتم شايفين كده. وكمان طلاب الدمج عامل لهم اختبارات. فبصراحة شكرا المعاصر ما نسيتش اي حد. دي كمان اخر حاجة بقى هنا تدريبات على كتاب التقييمات والاداءات الصفية، تقييمات اسبوعية مراجع لك عليها تاني على كل اليونتس اهي زي ما انتم شايفين. ايه الجمال ده، شايفين كده معايا
آخر حاجة جايب لك بقى هنا الليسننج بتاع الاختبارات بتاعة المحافظات اللي أنا قلت لكم عليها. فأنا بصراحة كده الكتاب متكامل، مش مفيش أي حاجة ناقصة فيه ليا كتيتشر ولا طالب ولا ولي أمر. الكتاب كامل كامل كامل. شكرا المعاصر على التطور اللي انت دايما بتعمله علشان تفيد بيه الطالب بتاعك وتريح ولي الأمر وكمان تريح المعلم في الشرح. شكرا أسرة المعاصر، استنوني في ريفيو جديد إن شاء الله لمرحلة جديدة من كتاب المعاصر.